لو بتحبي ريحة القرفة وهي طالعة من الفرن، النهاردة هنعمل مع بعض قرص الأفران بالقرفة والسكر، هشة وطرية جدا جدا وطعمها يجنن بمكونات بسيطة ومن غير تعب. خليكي معايا لنهاية الفيديو وانت هتعرفي بالظبط طريقتها ومقاديرها ايه، سهلة وما فيهاش اي مشكلة. يلا بينا على الطريقة والمقادير. هنجيب بولة وهننخل فيها 3 كوبايات ونص دقيق. 3 كوبايات ونص دقيق بمقدار نص كيلو، يعني نص كيلو دقيق. هننخلهم كويس جدا بمنخل سلك او بالصفاية زي ما انتوا شايفين. هننخل كوباية ورا التانية واحدة واحدة وبالراحة كده عشان الدقيق ما يطيرش منك ويبهدل الدنيا. واحدة واتنين، ادي التانية والنص مع بعض وهننخلهم كويس جدا كده. خلاص نخلنا الدقيق. هنبتدي بقى نحط معلقة خميرة فورية، وهنحط معاها نص معلقة بيكنج باودر أو معلقة صغيرة، يعني نص معلقة كبيرة أو معلقة صغيرة، ونص كوباية سكر ورشة ملح. وهنبتدي نقلب المقادير الكافة مع بعض. بعد كده هنجيب ربع كوباية زيت على ربع كوباية زبدة، يعني المقدار كله نص كوباية، وهنقلب كده مع بعض لحد ما الزبدة تندمج مع الدقيق. هنحط بقى مية دافية بالتدريج حوالي كوباية، واحدة واحدة كده، وهنعجن كده لحد كده. المسألة سهلة والمقادير بسيطة جدا وموجودة عندك في البيت. أحلى قرص طرية بتاعت أفران هتعمليها من إيدك الحلوة. هنعجن كده كله مع بعض بالطريقة دي لحد ما تكون عجينة. واحنا بنعجن بقى هنحط معاها 3 معالق لبن بودر، 3 معالق لبن بودر، وهنقلب ونعجن برضو لحد ما يختلط اللبن مع العجينة. انت ممكن تحطيه في الاول خالص مع المواد الجافة. هنقلب كده مع بعض ونعجن كويس كده. انا عايزاها عجينة طريقة نوعا ما، يعني لا طرية قوي ولا ناشفة قوي، يعني بتلزق خفيف في الايد. عشان كل ما تكون العجينة طرية كل ما تبقى الفطاير هشة وطرية في نفس الوقت. هنلم العجينة كده ونحطها في البولة ترتاح حوالي نص ساعة كده. خلاص هنغطيها بكيس بلاستيك بتاع التلاجة حتى، او فوطة، اي حاجة عندك موجودة غطي بيها، وهنسيبها نص ساعة. هنجيب بقى العجينة ونعملها رول كده ونقطعها كور صغيرة حسب الكرة اللي انت عايزاها وحسب القرصة اللي انت عايزاها. عايزاها متوسطة، عايزاها كبيرة قوي، عايزاها وسط، زي ما انت عايزة. انا عملتها كور متوسطة. هنبتدي بقى نقطعها بالطريقة دي قطع متساوية، ولو في حتة بتبقى اكبر من التانية بنحاول ناخد منها ونظبط الكور على ايدينا، بحيث ان تبقى الكور يعني متساوية، تبقى قد بعض على قد ما تقدري تعمليهم متساوية. هنبتدي بقى نعمل الكور زي ما انتوا شايفين اهي. بنجمعها وبنحاول ندخل فيها الهواء واحنا بنلفها لحد ما نخلص المقدار كله كده. اعتبر خلصنا المقدار. بحاول لو في حتة واحدة كبيرة باخد منها واكمل الكرة الصغيرة، يعني بالنظر كده تعملي كله مقاس بعض. بصي هنا كده خلاص خلصنا. هنرصهم بقى في صينية. هنكون محضرين قرفة على سكر في بولة، وطبق تاني فيه السمسم، وطبق فيه مية على عسل. هناخده كورة وهنبططها على ايدينا ونحط فيها معلقتين صغيرين من السكر على قرفة. يعني هنا البولة دي في سكر على القرفة متلخبطين مع بعض. كل واحدة هنحط مقدار معلقتين صغيرين. هنحط الكورة كده في العسل، وبعدين نحطها في السمسم ونضغط عليها بايدينا بكل قوتنا عشان تاخد كمية حلوة من السمسم، وكمان السمسم يلزق فيها. هعمل واحدة تانية اهو. بص بعملها ازاي. برقق الاول الاطراف وبعدين ابطط النص واحط السكر والقرفة. بص بلم العجينة ازاي اهي، بحيث ان تبقى زي السرة كده.
هنحطه في العسل مع المية، وهنحطه في السمسم ونضغط على قد ما نقدر بايدينا عشان السمسم ياخد كمية حلوة ويلزق في نفس الوقت. هوريكم واحدة تانية سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة، الطريقة جميلة وسهلة وبسيطة، وهتطلع احلى من القرص اللي انت بتجيبها من الافران، بجد تحفة. خلاص كده بصوا اهي، هنحط معلقتين السكر والقرفة وهنضم الاطراف على جوه، وهنبتدي نلم سرة العجين كده بالظبط كده، وهنحطها برضو في العسل والسمسم ونضغط بكل قوتنا كده. خلاص بوريها لكم، بصي السمسم عامل ازاي. هنعمل بقى اخر واحده اهي. انت طبعا هتكملي المقدار كله بنفس الطريقه. هنحط برضو السكر والقرفه وهنضم الاطراف عليها، وكده خلصنا القرص. طبعا انا كنت حاطه كام واحده مجهزاهم اهو على جنب هنا، هاخدهم برضو واحطهم في العسل والسمسم، وكده يبقى خلصنا القرص بالقرفة والسكر. كده خلصنا العجينة وجهزناها وخلصناها، وحطها في صينية نسيبها بقى تكمل خمرها لمدة نص ساعة تاني. لو في الشتاء خليها ساعة احسن، لو في الصيف نص ساعة. العجينة دي بتخمر بسرعة. هنحطها في الفرن بقى على درجة 200 وهتطلع بالجمال ده. ايه رأيكم؟ احلى قرص هتعمليها بايدك، مش هتشتريها ابدا من الفران او من الفرن، هتاكليها فعلا تحفة تحفة تحفة. اديني بوريها لكم كمان من تحت السوا ومن فوق عشان تعرفوا انها مستوية وسوا جميل. هنا بقى حطيتها في طبق التقديم او في صينية او اي حاجة عندك، هتبقى بالمنظر الجميل دوت. فعلا احلى قرص ممكن تعمليها. دلوقتي بقى هفتح واحدة اوريها لكم كمان من جوه. فعلا الريحة والطعم يجنن. بصوا منظرها، الله جميلة جميلة فعلا. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. هنجيب بقى واحدة هنفتحها وهتشوفوها بالطريقة دي وانا بفتحها. حتة بقى قرصاية من جوه كده منغنغة بالقرفة والسكر وسايحة جدا جدا من جوه، هتشوفيها دلوقتي اهي. بصوا همسك كده بقى واحدة اهي، بصوا ما شاء الله، بصوا طرية في ايدي ازاي. بصوا بصوا من جوه عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. هوريها لكم بقى، افتحها لكم من جوه، بصوا عاملة ازاي. بصوا سايحة، السكر سايح من جوه عامل ازاي، رهيب وريحتها تجنن. وبكده نكون خلصنا قرص الافران بالقرفة والسكر وجاهزة. ويلا قولوا لي بقى رأيكم واعملوها، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني. واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله.